warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo, Palembang. Hari ini Minggu, malam Senin, tanggal 26 Jumadil Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 10 Desember 2023 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Nur Majid SPDI dan imam dipimpin oleh Ustadz Ibrahim LCMAG Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Amiruddin Ki Muslim Ansori dengan pembahasan kitab tafsir Jalalain. Untuk tertiban dan kenyamanan beribadah jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah yang berada di saf pertama untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah Ramli Bakmulumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله علمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا
وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف
الله يا لطيف يا وافي، الله يا كريم أنت الله، يا هو لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. عظم لا إله إلا الله، دائم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemilik kendaraan roda 4 plat B 1340 WIA dan plat BG 1207 OE harap dipindahkan kendaraan lain yang ingin keluar. Sekali lagi kami umumkan kepada pemilik kendaraan roda 4 plat B 1340 WIA dan plat BG 1207 OE harap dipindahkan karena ada kendaraan lain yang ingin keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tumben nih. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Oh iya, iya, iya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Maju, 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 maju. Maju. Yang nyender-nyender maju. Terus nih, sini nih. Ayo nih. Wak Yeng mana Wak Yeng? Ah? Oh doa ke dia tuh, bang baik itu. Iya, iya. Kau itu maksudnya apa? Capek apa? Hah? Oh. STW. Kecil. Saya itu tuh STW, insyaAllah. Ustaz Nur Majid, ayo sini Ustaz. Sini. Maju. Ayo, maju. Para nuntut ilmu nih, para. Mana Syahrial tadi mana? Syahrial Harap. Oh iya. Mainkan. Kenang-kenangan. Yang jauh, yang dekat. Ciri khas ya. Bismillah. Tawassul dulu kita, tawassul ke ulama-ulama. Bismillah. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyya wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitih. خصوصا لمؤلفي هذا الكتاب مولانا شيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي وشيخ محمد بن إدريس الشافعي وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وشيخ جنيد البغدادي ولكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعافهم ويعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam وعلى آله وأصحابه وأتباعه مصباح الظلام. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال أيضا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الكبرياء وسليم من الحسد وسليم من الرياء أو هكذا كما قال صدق الله ورسوله.
Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, Bapak, Ibu-ibu hadirin jamaah salat maghrib, isya, jamaah pengajian, ta'lim rutin, ta'lim kitab Jalalaini, yang tafsir Jalalaini, yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita tetap dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah baru saja kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita juga akan salat isya berjamaah malam hari ini. Ma bainal maghribi wal isya waqtun dhahabiyyun. Antara salat maghrib dan isya ini adalah waktu keemasan. Siapa saja yang memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, baik dengan tilawatil Quran, dengan berzikir, dengan ta'lim, maka langkah-langkahnya pun akan memudahkan dia meraih, mendapatkan kemudahan untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja yang memudahkan langkahnya menuju tempat-tempat ibadah, tempat sholat berjamaah, tempat ta'lim, tempat zikir dan lain sebagainya, maka langkahnya itu akan menuntun dia mudah untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang aktif di pengajian, aktif di zikir, aktif di salat berjamaah, baik di sini maupun di tempat-tempat kita tinggal, kita kumpul di dunia, kumpul juga di surga. Ini yang kita harapkan ya. Kumpul di dunia, kumpul di surga. Saling ngajak kita nih kakek, saling ngajak, saling ingatkan. Makanya di antara kita ini harus saling kenal. Ya, harus saling kenal. Nawi namanya tuh nah. Iya. Pernah di absen ini. Iya. Sebab kakek ada di antara kita ini yang sudah sampai pintu surga, dia pelangak pelinguk. Nyari siapa? Nyari kawannya yang di dunia ini nah. Nyari sahabatnya. Berkawan, bersahabat bukan karena yang lain, bukan karena dia nyalek, bukan karena dia yang lain, tetapi bersahabat, berkawan semata-mata karena Allah lillahi ta'ala. Nah, saling cari kamu tuh kakek, saling cari. Mano si anu. Ya Allah, aku dulu punya kawan. Ngapa? Di malaikat itu. Dulu aku berkawan, bersahabat, galak ngaji di Masjid Agung, galak ceramah, dengar ke ceramah. Manolah dia? Mak mano cirinya uji malaikat? Mana cirinya? Dia tuh galak nyender. Di tiang-tiang masjid tuh nah, galak nyender dia. Manolah dia? Oh iya, dengar lagi datang uji malaikat. Iya, nunggu giliran dia. Cari mah itulah. Aina zuwari fid dunya? Mano uji Tuhan, tamu-tamu aku ini. Rupanya kita ini jadi tamu Allah, kakek. Aina zuwari fid dunya? Mano tamu-tamu aku ini? Nah, wa man zuwaruka ya Allah? Siapa tamu engkau itu ya Allah? Kata Nabi itu ya. Hum, mereka adalah musahabah lillah. Musahabah, berkawan, bersahabat bukan karena yang lain, bukan ada tendensi yang lain, bukan ada motivasi lain, semata-mata karena aku. Makanya bagus kamu galak ngopi-ngopi subuh itu ya. Iya bagus itu, ngopi subuh. Iya benar. Itu kan cuman sarana baik ngopi-ngopi itu. Cuman ada persahabatan di situ. Silaturahminya, kawannya itu ya. Mudah-mudahan kita kumpul di surga galau ya. Amin. Kamu tuh kalau malah masuk tuh cari aku juga. Iya, jangan ngonyor-ngonyor baik. Nah, aku nih ngomong nih anakku nih. Iya, sebab kami ustaz-ustaz ini lama mau masuk surganya. Karena apa? Karena banyak pertanggungjawaban, banyak yang ditanya. Apa yang kau sampaikan itu
Lah kau amal ke apa belum? Itu nah. Kami ni, susah itu ya. Makanya tidak gampang jadi ustaz ni. Jadi kamu lemah. Nak mati ke besar tanggung jawabnya. Harus punya sense of responsibility. Tanggung jawab. Nah hijau. Ya Allah, kami dulu pernah ngaji, pernah cawesan, pernah taklim. Siapa guru kamu? Puji Tuhan, Ustaz Amir. Mana dia? Oh, lagi diproses. No. Proses. Subhanallah. Dari ulama. Jadi antara lain pertanyaannya itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Tanyanya itu bagaimana? Ngapa sangka tidak mewarisi para nabi dan rasul? Ngapa sangka tidak mewarisi Nabi Muhammad? No. Nabi Muhammad itu kan wong yang lemah lembut, sopan santun, ngomongnya ramah. Ngapa sangka kamu galak keras-keras tuh? Nah, mana kami nak jawabnya coba? Iya, paksa kami jawab. Ini hukum yang nak diterapkan di dunia ya Allah. Kalau damai itu, wong ni banyak tak ngerti. Nah, makanya kami keras ngomong ni. Bukan keras mak mano, tegas. Oh ya sudah, jelas lewat. Puji Tuhan kau. Iya. Ini yang disampaikan oleh imam kita tadi, ayat Al-Quran surah Al-An'am. Ayat Al-Quran surah Al-An'am. Al-An'am itu surah hewan. Hewan. Mana surah hewan itu? Siapa yang jadi hewan itu? Inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ini Allah memperingatkan kepada seluruh manusia bahwa banyak di antara manusia yang jin dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Banyak di antara manusia dan jin dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam. Apa dia ciri-ciri tandanya itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka itu bukan tidak beriman, ya. Akan tetapi mereka memiliki hati tetapi tidak mempunyai nurani. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak baca nyingok. Diterangkan. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya kuping tapi tidak mendengar. Ulaika kal an'ami, mereka persis seperti hewan. Bal hum adall, bahkan lebih hina daripada hewan. Dalam ayat ini Syekh Jalaluddin Al-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan ayat surah Al-An'am ini sebagai berikut. Yang pertama adalah ternyata bahwa isi daripada neraka jahanam itu tidak kata lain adalah manusia dan jin. Manusia yang menyerupai jin, jin yang merupai manusia. Kriterianya itu mana? Kriterianya itu adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak mempergunakan hati itu dengan sebaik-baiknya. Jadi di dalam badan kita ini, Bapak, nah, ayo nih. Oh, ini. Penting ini. Ya. Tolong selamatkan dulu.
Ustaz. Yo. Yo. Masuk ke sana. Kakek tembek mama ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ternyata di dalam badan kita ini ada hati. Nah, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya ada di dalam badan ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bagus, bersih, maka seluruh badan kita jadi bersih. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dalam daging badan kita ini, di badan kita ini rusak, maka seluruh badan kita ini jadi rusak. Ala wahyal qalbu. Segumpal daging itu adalah hati kita. Nah, hati kita ini. Ada hati yang berbentuk benda, ada hati yang berbentuk yang tak kata bendanya, tapi ada isinya, ada maknanya. Ya, itulah hati kita ini. Kalau kita nak nyingok bersih atau tidak hati kita ini, jingok anggota badan kita ini. Kalau anggota badan kita ini mudah diajak untuk ibadat, tangan kita ini mudah untuk banyak membantu orang lain, kaki kita ini banyak melangkah ke tempat yang bagus-bagus, maka hati kita itu adalah bagus. Nah, ya, bagus. Kalau kamu nak nyingok, waktu kita nunjuk uang, waktu kita sedekah, kalau yang kita tunjukkan itu bagus, yang kita sedekah itu bagus, duitnya anyar-anyar, umpamanya duit, berarti hatinya bagus, hatinya baik, baik hati namanya. Tapi kalau yang dinjuknya itu yang jahat-jahat, nunjuk uang duit buruk, berarti hatinya jahat, jahat hati yang itu. Itulah kriterianya, itulah patokannya itu nah. Hati kita ini nah. Nah, hati kita ini wajib kita bersih ke. Sebab apa? Sebab kalau dia punya hati yang kotor, hati yang rusak, maka persis seperti wong munafik. Wong munafik itu hatinya kotor. Ya, wong munafik itu. Wong Islam tapi munafik, dia punya ciri tanda. Di dalam Al-Quran, akhir surah Al-Baqarah itu dijelaskan, wong munafik itu adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia nak semayang, nak sholat, dia tu malas-malesan. Makanya kita ini pacak mengevaluasi dewek, evaluasi dewek. Kalau kita nak semayang, kira-kira semangat atau tidak? Bukan, kamu tuh ngeri dah? Iya. Itu ciri khas aku itu. Benar, Bang? Iya. Tapi kalau umpamanya kita ini sebelum maghrib la wudu, sebelum subuh la tercogok di pucuk sejadah, berarti hati kita bersih dari sifat munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nas. Nah, amalnya itu banyak diliputi dengan riya. Yura'unan nas, riya. Beramal bukan karena Allah. Ngapa sangkan kita ini istiqomah? Ngapa sangkan kita ini tetap? Kita nih karena Allah. Pengajian-pengajian ini sedikit jumlahnya, tidak banyak. Bahkan dapat dicirai nih rai-rai kita nih nah. Yang inilah. Iya. Karena apa? Karena wong yang ikhlas itu tidak banyak, sedikit. Ciri tanda kita ikhlas itu berkesinambungan, berkelanjutan, tetap. Nah, itu tetap. Kalau dia sekali-sekali banyak, tapi tahu-tahu hilang, itu namanya tidak ikhlas. Umpamanya kepentingan sesaat. Nah, dulu ada, pernah aku omong ke juga, pernah sampaikan, dulu ada zikir SBY dulu di BKB. Oh, namati keraminya SBY lah jadi habis zikir itu. Iya, sama dengan nyalek inilah nah. Banyak macam ayatul kursi, rada berkursi, ayatnya tinggal. Kursinya, ya itu. Apalagi banyak itu ya. Yang kita ini dulu ada, nah ya, duha nasional.
Ustaz Yusuf Mansur. Woi, nak mati keraminya. Karena bukan karena Allah, landasannya itu bukan ikhlas. Sudah dari situ hilang habis. Nah, ngapa sangkan cawisan di Masjid Agung ini terus itu ya, walaupun jamaahnya inilah, tapi nah dia ikhlas. Makanya bertahan kita ini, bertahan. Majelis apa? Majelis zikir, majelis taklim, cawisan itu tidak banyak. Karena apa? Karena wong itulah yang ikhlas itu. Nah, dia wong itulah yang ikhlas itu. Mana Mang? Oh iya, serahlah Mang. Ya, raja. Hah? Oh, iya. Ya. Pasat ini Mang. Iya, pasat. Kamu kalau cawisan, ya, kalau kamu cawisan, pengajian, jingok irai yang ceramah itu. Iya. Inna nazra wajhal alim ibadah. Ini aku dapat di Arya dulu dengan Mamang. Inna nazra wajhal alim ibadah. Nyingok rai ustad, nyingok rai muallim, nyingok rai kiai, nyingok rai ulama, habib, ibadah, berpahala. Nyingoknya baik. Ya. Wal musafahah baina aidihim ka musafahatil anbiya. Salaman dengan ustad, kiai, muallim, habib. Itu pecah kita salaman dengan Nabi. Nabi ya barokah. Nabi kita lah meninggal. Nabi-nabi yang lain banyak yang sudah dipanggil oleh Allah. Mana salaman dengan Nabi tidak mungkin. Salaman dengan ulama itu. Iya, pewarisnya. Cuma jangan salaman baik. Oh, kamu. Ya. Jadi, nyuk cincin. Agar. Masuk akal lah kira-kira. Iya. Apalagi kiai kita ada kiai sepuh, kiai apa, Syarifuddin Yaqub. Nah iya, kita tidak pernah lagi, tidak bakalan ketemu lagi dengan kiai sepuh, kiai itu, wow, kiai yang penuh dengan keberkahan, Kiai Zain Sukri, tidak bertemu lagi, wafat sudah, meninggal. Siapa lagi dia? Kiai Nawawi sudah meninggal, Kiai Syadzali Mustafa, Kiai Rasid Siddiq, nah sudah meninggal. Syadzili Mustafa sudah meninggal. Itu yang berkah galon. Makanya bapak saudara-saudara, berebutlah di saf awal ini nak. Saf awal ini. Kita tidak tahu di saf awal ini siapa yang sholat di sini. Yang pernah di saf awal ini, nah saf pertama ini. Mungkin asarus sujud, bekas dia sujud di saf awal ini nyambung ke kita. Iya, sama halnya dengan kita tawassul dengan ulama-ulama yang galak kita dengerin itu ya sebelum cawisan ini. Tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, siapa lagi? Junaid Al-Baghdadi, siapa lagi? Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kita lah banyak dengar itu ya nama-nama ulama-ulama ini. Pernah tak kita bertemu? Belum pernah dia. Tapi kaget kita itu ruhul mukmin jundun mujannadah. Roh kita ini bersambung dengan yang galak kita. Yang galak kita tawassul itu nah. Makanya banyak yang protes. Ngapa sangkan kita nak tawassul dengan dia? Kita nak bertemu. Ngapa? Bahkan ada yang ngapa sangkan kita nak maca Fatihah dengan Nabi? Apa Nabi itu kurang pahala? Bukan masalah itu. Kita Fatihah dengan Nabi kita Muhammad, Fatihah dengan sahabat, tabi'in, ulama dia, para sufi, itu supaya kita ini nyambung. Nah, nyambung. Roh kita ini nyambung dengan dia, nyambung dengan mereka itu. Sama hanya dengan yang kita sampaikan. Kalau kita lewat di kuburan umum, umpamanya dia, lewat di kuburan umum, kita tidak tahu. Di Nagaswida itu ribuan, Puncak Sekuning Kandang Kawat ribuan manusia yang sudah ada di alam barzakh itu. Kita lihat, uji Nabi baca Fatihah, baca salawat dengan aku. Pahala Fatihah, pahala salawat dengan aku itu nyoklah dengan wong yang ada di kuburan yang kamu liwati tadi. Kira-kira cukup tak? Berlebih. Inna rahmatallahi lawasi'atun. Rahmat Allah itu kan luas. Nah, kaget kita mati
disambutnya gitu. Nah ini dia yang galak maca Fatihah dengan kita. Nah ini dia yang menyebabkan kita ini dapat tambahan nikmat. Nah itu. Mau kamu tidak percaya? Lajulah dulu kamu. Karena ini nak diimani yang ini nih. Bukan sekedar untuk didengar baik, bukan. Nak yakin. Nah, makanya iman itu adalah tasdiqun bil janan. Hati ini yakin. Nah, dia ngapa sangkan diperintahkan kita sholat? Kita yakin ada pahalanya itu. Ngapa sangkan kita diperintahkan oleh Allah mengerjakan apa ini? Perintah-perintah yang mahdhah, yang wajib, ghairu mahdhah, yang sunat. Ada pahalanya itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak bakalan mengingkari janjinya. Kecil dikit yang kita gawe ke besar di mata Allah. Asal ikhlas. Nah, itu ya. Jadi semata-mata karena Allah. Makanya kita ini guru-guru kita yang tua-tua dulu tidak bakalan salah ngajari kita ini, ya. Memang usolli itu namanya talafuz. Ya, yang wajib itu adalah niat. Tapi talafuz itu menunjukkan supaya kita ini betul-betul tahu bahwa kita ini sholat apa. Yang kedua, lillahi ta'ala. Karena usolli kita ini lillahi ta'ala usolli fardhal isya 4 raka'atin ma'muman. Nah, di awal lillah, di akhir lillah lagi. Supaya kita tidak terkena penyakit munafik nifaq tadina, yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Ciri orang munafik itu kalau dia berzikir dikit. Nah, sekedarnya baik. Nah, kita ini dianjurkan wazkurullaha zikran katsira. Zikir kepada Allah itu tidak kasih hitung-hitungan. Nah, itu ya. Cuman tuntunan ini ada yang 33 itu sekedar untuk mengingatkan kita bahwa waktu maghrib ini sempit. Mau nak berzikir berlama-lamuan boleh. Iya. Wahum bil ashari yastaghfirun. Saat-saat mereka menunggu masuknya waktu subuh, mereka itu banyak membaca istighfar. Nah, banyak macam istighfar. Kapan waktu istighfar yang tepat itu? Saat-saat nunggu daur. Masuk waktu subuh itu, nah itu yang paling afdal. Walaupun yang lain, waktu yang lain boleh, tapi waktu itu yang lebih hebat. Nah itu ya. Waktu itulah kalau kita nak ngomong kepada Allah, kalau kita nak berdialog kepada Allah, itu. Ini berdialog kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Pecah kawan dewek ngomong. Salah itu tuh. Ngomong, ya Rob, tunjuklah aku rezeki ya Rob. Mudahkanlah aku ni berurusan ya Rob. Ya Allah, ya Rob, Engkau Maha tahu aku nak nyalon ini untuk banyak ya Rob. Ya Rob. Iya, masa pilkada. Itu dah boleh itu. Itu namanya ajaran-ajaran yang sesat. Yang dibawa oleh uang-uang yang nonton ilmu. Yang nyesatkan kita. Jadi mak mana Pak Amir kalau kita nak berdialog kepada Allah? Mak mana kalau kita nak ngomong kepada Allah? Bukan, aku ni bertanya ini. Iya. Mak mana lah kira-kira? Wa idza arada ayyatakallama ma Allah faqra'il Qur'an. Kalau kita nak berdialog kepada Allah, baca Quran. Itu berdialog kepada Allah itu. Nah, di sela-sela kita baca Quran itulah kita minta. Baru kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Wa idza arada ayyatakallama ma Allah. Kalau kamu nak oi Mang, dia yang mamang kelok-kelok. Mamang ini depan ceramah ngelok-ngelok yang itu. Kami ini ada juga. Ngelok. Macam-macam di Masjid Agung ni. Dia tadi wa idza arada ayyatakallama ma Allah faqra'il Qur'an. Kalau kamu nak ngomong kepada Allah, minta kepada Allah, berdialog kepada Allah, faqra'il Qur'an, baca Quran. Itu.
Bukan manggil-manggil, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Manggil kawannya dewe. Bukan level itu. Kita ini tidak kata apa-apanya. Kalau kita belajar hadis di masjid atau di mana-mana, ya, itu seandainya kita ibadah galau, lah sholat galau, lah masuk masjid galau umpamanya, apa kira-kira Allah itu tambah mulia? Tidak. Seandainya seluruh makhluk yang ada di dunia, bukan Palembang, di dunia ini nah, bermaksiat galau, ya, berdosa galau, kira-kira Allah itu rugi apa tidak? Tidak. Bahkan seandainya kita ini dikumpulkan di sikok tempat, minta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, lain-lain. Ada yang minta ini, minta itu segala macam. Seluruhnya dikabulkan oleh Allah. Apakah yang ada di sisi Allah itu berkurang? Tidak. Artinya itu ya, ibadah kita ini untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak perlu dengan kita. La ya ghaniyun 'anil alamin, ghaniyun an. Arti ghaniyun an itu di dalam tafsirnya itu adalah la yahtaju ilal asya, tidak perlu. Nah, tidak perlu dengan hamba, tidak perlu. Ghaniyun an. Kalau ghaniyun kayo, tapi kalau ditambah dengan an, tidak perlu dengan hamba. Makanya ibadah yang paling hebat itu bukan ibadah yang mahdhah, yang wajib, tetapi yang sunnah. Kalau hablum minallah kewajiban kamu, tapi hablum minan nas ini nilai lebih untuk kita ini. Nah, iya. Makanya ada orang yang sholat, rajin sholat, tapi tidak pernah ngagoi wong. Oh, belakangan masuk surga. Terakhir, iya. Tapi ada orang yang sholatnya biasa baik, tapi dia perhatian dengan dulurnya. Paling tidak dulur kita yang sedang dizolimi, kita doa ke, ya, kita simpati dengan tetangga. Ma itulah wa anzir ashiratakal aqrabin. Kalau kamu nak ngeluar ke zakat, keluarlah zakat dengan keluarga yang terdekat yang miskin. Kalau kayo galo, ado galo, tetangga yang miskin. Ini dia makan lemak, tetangganya itu lapar. Walaupun dia sholat, masuk surga, iya masuk surga. Tapi terakhir, wong lah masuk galo dia baru. Nah, sama halnya dengan wong yang lambat ke masjid waktu Jumat. Masuk surga tapi lambat, kelepak. Wong lah masuk, kita lah masuk galo. Nah, mangcik baru datang, ijo. Ngapo aku Jumat tu galak telat aku ni. Nah, kita lah masuk galo. Bukan kamu tuh ngeri dah. Ya. Jadi apa? Berapa ikut? 3 dalam Quran itu ya. Kita tanya dengan Ustaz kakek. Yang pertama, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia itu apa? Kalau dia itu sholat males-malesan. Makanya rai kita ini kan lain-lain. Ada warnanya putih, kuning, sawo mateng, ada yang hitam, ya. Nah, rai kita ini nak bersih, bersinar, bercahaya, malam bulan purnama. Mana caranya? Wuduklah sebelum waktu sholat. Wuduklah sebelum masuknya waktu sholat. Makanya di HP kita ini nah, harus ada waktu-waktu sholat. Isya jam berapa? Jam 7.19. Maghrib jam berapa? Itu ada ada timernya itu. Iya sebelumnya tuh. Subuh jam berapa nih? 4.19, 4.20. Nah, jam 4 lah sudah wudu. Kalau lah batal. Biasanya tapi jam 3.30, 4 lah bangun galo ini. Lah bangun galo. Cuman ada yang bangun tahajud, ada yang kencing. Ya. Iya, sudah kencing tidur lagi. Nah, tapi kalau kami yang lah sudah umur ni dah pacak tidur lagi. Lah pucuk 60 tu kalau lah sudah jam 3.30, 4 bangun, dah pacak tidur lagi. Apalagi samping wong rumah tu lama itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Males, ya. Pak Amir, Pak mana cara nak ngobati males ini? Doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, Ustaz Zapi dia tahu.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini. Nah, wa qahrir rijal. Lah banyak tahu kamu, lah banyak hafal itu. Doa kita biasa itu. Supaya jangan terkena penyakit malas, supaya jangan susah, supaya jangan penakut. Nah, dia jubni wal bukhul, supaya jangan kikir, supaya selamat dari wong nagih utang. Iya. Supaya kita ini tidak takut dengan wong yang nagih utang. Kalau wong nagih utang malah kita baca ke doa itu ngeper dia. Iya, balik dia. Cuma dah tahulah kalau dia itu hafal juga. Mental dia. Sudah-sudahlah, kita ni seguru je nya. Iya. Sama-sama Riyad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan itu artinya kesusahan. Kesusahan hati, kesusahan hidup. Hammi wal hazan itu nah. Hati susah. Nah, kehidupan susah itu artinya buntu. Kalau kamu buntu, kalau kamu sempit, susah nyari nafkah, maca doa ini. Cuma nak begawe. Iya, jangan doa baik. Ada usaha. Umpamanya nyual batu cincin, dia nyual roti, nyual macam-macam itu ya. Bentang ke baik kata Allah, bentang ke baik apa tikar tu, buka be toko, buka be warung, bacalah aku ini nah yang ngerak ke wong tu untuk meli di kamu tu. Nah, itu omongan Allah kepada wong yang pebisnis, berdagang. Makanya banyak wong yang bangun telat, jam 7, setengah 8, jam 8. Wong lah banyak dapat rezeki, dia masih agak. Iya. Nah itu ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Kita minta supaya kita ni pemberani. Berani mak mano? Berani jangan takut kepada makhluk. Nah, dia jangan takut kepada makhluk. Coba jengok wong Hamas, wong apa Al-Qassam itu nah. Dakati yang ditakutinya. Mana ada yang ditakutinya? Israel yang mawat tank itu. Oh, sayangnya. Sayangnya. Oh iya Kita lanjut ke surah Al-Baqarah dan surah Al-An'am. Ingat ke ya? Surah Al-Baqarah, surah Al-An'am. Ya mudah-mudahan kita ada keberanian untuk menyuarakan kebenaran, berani karena Allah, jangan takut kepada makhluk. Takutlah kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, bersandar kepada Allah. Ya, bersandar kepada Allah. Insyaallah apa yang menjadi kesulitan hidup kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bihi nasta'in. Wallahu taala alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Minggu, malam Senin, tanggal 26 Jumadil Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 10 Desember 2023 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Nur Majid SPDI dan imam dipimpin oleh Ustadz Ibrahim LCMAG Al-Hafiz. Dan kenyamanan beribadah jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah yang berada di saf pertama untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدمها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها
والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجلنا من النار 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 اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين فأرسلته رحمة للعالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل يا ستار العيوب في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة من الشفاء وقبول الدعاء لأخينا سلام الهداية محمد زين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ونخص خصوصا مسلم بن محمد زين اللهم اشفيه شفاء عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفيه شفاء عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفيه شفاء عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين